السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة طالعين بقى معاكم من غير يزن، بنقدم لكم احنا التقديمة. انا قدمت لوحدي ومحمود قدم لوحده عشان يزونا يا حبايبي مش معانا، كان بيقدم لكم هو اول التقديمة. صح، بس هو يا جماعة نايم دلوقتي واحنا قلنا نطلع معاكم بألف هنا وشفا نفطر معاكم يا حبايبي. يا رب يبارك ليكم يا رب، بصباحكم زي الفل والهنا وراحة بال يا حبايب قلبي. قلنا نطلع بقى معاكم ناكل نشرب الشاي. بص يا حبايبي اللي بيحب الشاي في البراد يقول لنا بص البراد بتاع زمان والكزرونه والكزرونه بتاعت اللبن. بصوا يا جدعان دي بتفكرنا بايام بجد. مين يفتكر ايام زمان لما كانت ايام اللمه؟ اما كنت تقعد انت ووالدك والدتك اخواتك جدك ستك عمتك. احلى حاجه اللمه يا اولاد والله، كانت ايام جميله بجد طبعا. وده بص بقى انا اقول لكم احنا جايبين فطار ايه. اللي بيفطر زينا يكتب لنا في الكومنتات يا حبايبي. بص اللهم بارك دوت يا جماعه عسل او محطوط عليه طحينه، عسل وعليه طحينه من فوق. يا حبايبي، ودي قوطه وخيار هقول لكم ليه. خلاص. ودوت مربى اللهم بارك يا رب. ودوت جبنه قديمه للناس كلها بتحبها. شايفينها يا جماعه من على ابوها دي. الجبنه القديمه دي من على ابوها يا حبايبي. خلاص. ودي جبنه يا جماعه اهو بصوا بيضه اللهم بارك يا رب. قلنا ايه؟ جوعتينا يا موزه. ودي حلاوه. جوعتينا يا موزه. بصوا اللي بيحب الاكل الحلو ده على الصبح يقول لنا. وشاي بقى بلبن وايه ومعظم قلنا بقى ان ايه نفرفش نفسنا شويه. حاجات جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك فيكم. نبدا بايه؟ لو انت مكاني هتبدا بايه؟ انا هبدا بايه؟ هبدا بالجبنه القديمه معلوطه. وانا هبدا زيك يا موزه. حبايبي وحشتونا والله. نبدا الاول وبعد كده ايه نسكر. وبعد كده نسكر والله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الجبنه القديمه دي يا جماعه ما شاء الله حلوه، مش حادقه قوي ولا عدمه قوي. انا كده مقطعه معاها خيار اللهم بارك. والله ما شاء الله جميله تستاهل بقى. جبنا بقى معاكم الكوبايات، جبنا معاكم البراد. انا بحب الشاي في البراد، اللي بيعمل شاي في البراد يقول لنا. الكنكه اهي بتاعت اللبن. حاجات زمان يا جماعه، حاجات امنا وابونا وستنا وجدنا واخواتنا كنا بنتلم على الطبليه بنعمل كده كلنا على الطبليه يا جماعه. ايام زمان والله العظيم نفسها تيجي تاني. بس ايام زمان ما تتعوضش يا جماعه والله. احلى ايام والله. وجايبه بقى ايه معايا في الفلايه عشان اكل بيها ايه الجبنه والقوطه والخيار اهو. قولوا لي ازاي هي الحكايه. ايام زمان اللي ما راحتش. احنا اللي رحنا مع الزمن. والله بجد. هو الزمن هو بس احنا المفروض تبقى انت عندك يقين من جوه. لو بقى عندك يقين تبقى كويس ان انت تتعامل كويس مع الناس. صدقني هترجع زمان وزمان وزمان. طبعا يا حبايبي ربنا يديكم الصحه يا رب، ومن نجاح لنجاح واحنا معاكم. انتوا بتدعمونا وتكبرونا. الفطار برضه مع اللي هتحبه حاجه جميله والله. ليه طعم تاني وتالت ورابع بجد. والله يا جماعه الواحد بيحضر الفطار بحب، بيبقى عايز يحط كل اللي عنده. لا بجد لما اكون مع حد بتحبه والله ليه طعم تاني بجد. قلبي يا حبيبي عشان تقلب كله بتسمع بقى. تقلب العسل على الطحينه. انا جايبه لك معلقه العسل الطحينه وجايبه معلقه يا جماعه للشاي. قلبي يا ماما والله. بصوا يا جماعه الشاي، شايفين الدخان؟ لا انتوا مش شايفين. ستي مظبطاني والله. اللهم بارك يا رب. اكل عسل اقلبه؟ اقلبه يا مازن وبعد كده اكل مربى. ايه رايك بقى؟ براحتك خالص، مش هتستطعمها. مش هتستطعمها. ليه؟ لا انا هاكل حاجه واحده بس عشان استطعمها، اللي هو الايه؟ العسل بالطحينه. ويا جماعه بقى لو كان عندي قشطه اللهم بارك يا رب. طب انا اقول لكم على فكره. بس انا ما عنديش يا حبايبي لا زي بعد ما انت قلت كده يا موزن ما تحطيش عليها كلها يا حبيبي. لا يا موزن قالت كده يا جدعان بحط عليها حلاوه. بصوا هعمل حاجه غريبه قوي. الحاجه دي اهو شفتها في محلات كتير. عمرات اسكندريه قبل كده شفت محل مشهور بيعمل ايه حلاوه على مربى على فاكر اسمه. يا لو بيعمل سندوتش صعب قوي. انا عايز اعرف بقى تخيل واعرف الطعم ده هيكون عامل ازاي. تعالى يا موزن ندوق انا وانتي. ايه رايك؟ منين؟ لا ندوق دلوقتي. عايز اشوف كده بالعيش ده هيبقى عامل ازاي. انا دوقتها قبل كده بصراحه بالفينو. تعالوا يا حبايبي كله جبنه خيار. بص يا ست الكل. هناخد اول حاجه سنه الحلاوه. نفرشها كده نعمل فرشه حلاوه كده يا موزن. فرشه عجينه الزارع. مش هو بيقول لك كده فرشه حلاوه كده. مش هو بتوع المطاعم بيقولوا كده. وحته عسل. ماشي. قصدي مربى. فرشه المربى الجميله. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليها حبه عسل بالطحينه. هات هنا. وعليها عسل بالطحينه يلففك المدينه. اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. الاكله ده هتبقى اسمها ايه بقى؟ الاختراع ده اسمه ايه والنبي؟ اسمه ايه؟ اخترع له اسمه كده يا موزن. تحبيشه. تحبيشه. هي فعلا. والله يبقى اسمه تحبيشه يا جماعه. يبقى جميل. الكوكتيل ده بقى بجد يا ترى هيبقى طعمه ايه؟ بقه. يا ترى داخل الامعاء كده هيبقى عامل ايه ده بجد؟
اه والله بجد عايز كمان ايه دوق لي بحب. لو في شوكولاته كنا حاطينها وفي حاجات نوتيلا بقى ان شاء الله المره الجايه لا كمان. يا مازن بص اقول لك على حاجه. اخدت نصه. بقى الجبنه الجميله. لا فيكم الجبنه. ابلع يا ولاد. طب لا الجبنه عشان نقول راينا في الطعم ده. حبايبي اللي وحشين يجوا ياكلوا معايا. ده الواد ده احترق عليه جبنه. لا حاجه جديده. اقول لكم اسمه ايه يا جماعه تاني؟ اسكالانس. بجد؟ سكالانس. لا سكالانس. يا مازن السكالانس ده من زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السكالانس ده اللي فاكر السكالانس اما كنا بنروح المدرسه زمان في ابتدائي وفي اعدادي. لا امم ما عجبنيش. بجد؟ عارفين يا ولاد عامل ازاي؟ امم مسكر تسكيره. اكيد مش قادره اقول اللي حضر السكالانس لكم. يجزع النفس يا حبايبي. اللي راح جايب الرغيف في رغيف عيش زي ده بيتحط عليه طعميتين كان اسمه تحبيشه عندي. ويتحط عليه بتنجان معي بطاطس. جدع يا مازن ايوه كده وسلطة افتكر قوطة. معايا وبطاطس وسلطه قوطه وسلطه طحينه. وسلطه قوطه وسلطه طحينه ويديك كمان شويه مخلل في ايدك. وكنا نعمل بقى سندوتش نعمله كده 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 كده. ايوه كنا ناخده من المطعم اصلا بالشكل ده والله. والله يا جماعه فعلا. ويلفوا لك بورقه وخد بقى لو راجل كل. انا كنت باكل. عرايل الفنان الله يرحمه ويسامحه والفنان غسان مطر. لو راجل كل. انا كنت باكله. ايه؟ بس كان ما كانش كبير قوي كده. لا بس مازن بس كان صغير يا ولاد عن كده. ما انت لازم تاكلها مازن. الله اكبر. طبيعي انا الله بتقولي اكبر. كنت باكل مع الطبيعي يعني. لا بس ما كنتش كده يعني. انا كان بيركني بصراحه. بس انا كنت كده. لا كنت انت واخدني انا كده؟ بعد كده مرتين لا. بص يا حبايبي بيحسدني يغسلكم الخشب يا حبايبي وانتوا قاعدين. نور عيني يا مؤلم. عادي يعني. حضرتك قول يعني انا عامله لك الفطار ده عشان تقول لي لازم تاكليه. تسلم ايدك. قولوا له يا جماعه ما ينفعش كده. اكتبوا لي كومنتات لو انتوا معايا. تسلم ايدك. قولوا له قول لها تسلم ايدك يا ام يزن ينفع؟ قول لها انت كده مزعلها. ايوه. لا مزعلني. اقدر؟ امم لا ما اقدرش. روح قلبي ما اقدرش. اه والله. ربنا يديك ويرضيك يا رب. اللي عاش معاك على الاقل قليل وعاش معاك على الحلو وعلى الوحش وعاش معاك وتحدى معاك كل الظنون وكل الظروف وكل الحياه طبعا. وكل الدنيا تستحمله ويبقى بص تراب رجليه. ربنا يبارك لك. يبقى بص فوق دماغك تعمله حوايه بجد والله. الست دي بجد احنا اصحاب. طبعا يا احنا حبايبي. مش مش مراتي. تعملوا هي هوايه. بجد هوايه على حوايه وهوايه. تعملوا هوايه. وحسب كل واحد حسب بلده بقى. في ناس بيقولوا حوايه ايه حوايه دي؟ وفي ناس بيقولوا هوايه. لا حوايه مش حوايه. لا ما اسمها حوايه ولا حوايه حوايه على دماغك مش حوايه. حوايه طب دي ايه الحوايه دي بقى؟ لا حوايه دي يعني تاج. ممكن على راسك. لا اما تاج لا اما ممكن مثلا شفت الناس اللي هم بيعملوا الشال اللي فوق ده هي دي اسمها حوايه بقى. ربنا يديهم الصحه يا صح رب. موازن؟ كل اخواتنا حبايبنا فوق طبعا. دماغنا والله. طبعا يا حب. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يا جماعه كنا نجيب طبق الفول ونقسمه مع بعض. والله. حياه ربنا. الحمد لله طبق عشنا على الفول. الوضع ده على الوضع ده يا حبايبي. وبعد ما نمشي نجيب الحاجه الساعه الواحده. كنا بنقسمها سوا بس هو كان بيشرب اكتر. انا يا جدعان النبي قولوا انتوا. هقول لهم الحقيقه. انتوا حاسين بايه؟ كان لا هم مش قاصدين هم شايفين. لا بيحسوا بينا يا مؤذن. لا شايفين ان انت اللي انت شربت اكتر واحد. اللهم صل على محمد يا مؤذن. عليه الصلاه والسلام. شكل العسل ايه بيفكرني بصوا كاني قاعد بقى في الغيط. اللهم صل على النبي. العصافير حواليا. سلام للناس حبايبنا بتوع الغيط. الله بجد الله. واللي بياكل الاكل بقى الحلو ده. الله الاكل بتاع زمان الاكل ايه الحرش. الجبنه والعسل والطحينه والحلاوه كل حاجه. نسينا نجيب فول معاكم. كنت هحط فول بس ده اكله شعبيه. اكله حلوه كده بتاع زمان بتاعت الناس الفلاحين على راس حبايبي. الفول. حد قال لي قبل كده كنت عارف معلومه زمان بيقول لك تقريبا حد جه انه مثلا هم ايه والله بجد يا مؤذن. كنت عارف قبل كده. بيقول لك راحوا بيبصوا على حد فلاح. الفلاحين دول احنا ناس فلاحين احنا اصلا من المنصوره. انا من المنصوره والدتي ومن الشرقيه. يعني بص هو بصراحه من احسن البلاد اللي بحبها بصراحه. انا بحب البلاد دي قوي. ايوه طبعا. انا بامانه بحب اروح اجواء اللي هي ايه الغيط وتقعد كده والشجر حواليك. الله. والمانجا والتوت وصوت العصافير. الاجواء دي يا جدعان بجد اجواء جامده جدا بجد. وصوت العصافير يا ولاد. والله الاجواء دي احسن من المدينه. طبعا. فالمهم بيقول لك ايه لا وايه فبيقول لك شايف الفلاح شغال وعمال يهزق بالفاس يا عيني. والله يا مؤذن. فطبعا الراجل اللي هو المكتشف ده قال لك هو الراجل ده بياكل ايه عشان خاطر ربنا يقويه ان هو ينزل مثلا من الصبح يقعد لحد المغرب. استغربوا قوي. بيقول لك لقوا السر بقى في حاجه غريبه قوي. في ايه بقى؟ ايه بقى؟ في دي الجبنه.
اه والله بيقول لك راحوا حللوا الجبنه دي، لقوا فيها فيتامينات وفيها حاجات يعني ما تعادل اللحمه مثلا، ما شاء الله. ما تعادل حاجات جامده جدا. اللهم بارك يقول يا لك رب. لقوها في المشانه، اللي هي لو حد يعرف المشانه اسمها مشانه، لقوا فيها العيش اللي هو المرحرح ده والجبنه والطماطم بقى، الحاجات دي. يا حبايبي اللهم بارك يا رب، ربنا يديكم ويرضيكم كل الخير. والله نفسي اروح الشرقيه، صباحكم ابيض باذن لسه والله مكلم الله. ابن خالتي انا بروح الشرقيه ان شاء الله. نفسي اروح الشرقيه نصوركم بقى الاجواء من الغيط بقى. سلام يا سلام يا سلام يا سلام بجد. صباحكم ابيض بذكر الله يا جماعه، ويرجع نهاركم زي الفل باذن الله. ربنا يا رب يدينا ويرضينا من الوسع. اللهم يجعل يا رب رزقكم باذن الله كله خير وهنا وبركه وراحه بال يا حبايبي. تعالوا افطروا معانا، حلوه الحياه ويانا. فينك يا زونه؟ فينك يا جماعه؟ فينك؟ تعالى لي زبوني بس انا هتكلم انا. زمان بقى خلاص بقى مع الملكه. لو يعرف احنا هنصور كان تبيع لكم اوامك وامن النوم. والله ما كنت صبر. والله ما كانوا سابكم يا حبايبي، بيحبوكوا قوي. يقول لي ايه؟ اصحابي فنزاتي واخواتي وحبايبي. حبايبي حبايبي حبايبي. دايما يا رب معانا ومنورينا، ونشكر الناس كلها اللي بتدعمنا من خارج مصر وبتدعمنا من جوه مصر. نشكر الدول الاوروبيه كلها يا حبايبي، نشكر الناس كلها اللي بتعلق لنا، انتوا بتكتبوا لنا كومنتات حلوه زيكم. بقرا كل كومنتاتكم، برد على كل كومنتاتكم يا حبايبي، ما بسيبش ولا كومنت بيروح مني عشان ما حدش يزعل مني. بتشجعونا والله وبتقوونا والله. والله يا جماعه انتوا اسرتي الثانيه وعيلتي الثانيه، تدونا استمرار، تدونا دعم، تدونا حافز ان احنا نكمل معاكم، ان احنا هنطلع معاكم. عمرنا ابدا من ساعه ما طلعنا معاكم جبنا ورا، لان انتوا بصراحه اللي بتجيبونا قدام. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي، والله العظيم ربنا يدينا ويديكم كل الخير. هنكبر بيكم ونعلى بيكم. دايما 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 بتقولوا لي كومنتات زي العسل زيكم. عمري ما شفت كومنت جرحني او زعلني. اخواتي اللي دايما يا رب بسطني، يا رب يبسطكم يا رب، يحبب فينا خلقه يا حبايبي، ويحبب فيكم خلقه، ويحبب فيكم يا حبايبي اللي ماشي على الطريق. اللهم امين يا رب. كل اخت ربنا ما رضاهاش بالذريه الصالحه ربنا يراضيها ويملى حجرها يا روح قلبي باللي تتمنيه. يا رب يملى حجرك يا روحي باللي تتمنيه. كل اللي لسه ما اتجوزش ربنا يراضيها بالزوج الصالح اللي يسعدها يا رب. كل اللي لسه متجوزه جديد يا رب باذن الله، باذن الله يا ربنا يهدي سرك وما يدخلش عليكي حاجه وحشه ابدا. وكل الناس اللي متغربين عن اهاليهم وما شافوهمش ان شاء الله تنزلوا بالسلامه وتشوفوهم باذن الله ناس جميله وحلوه بيكم يا رب يخليكم ان شاء الله. كل اللي باذن الله اللي في المدارس واللي في الثانويات واللي في الكليات واللي لسه شهادته ما طلعتش ان شاء الله ربنا ينجحه ويجعل تعبه بفايده يا رب. وكل الناس اللي مزعله امهاتهم يرضوهم. طبعا الدنيا مالهاش لازمه خالص. طبعا. وكل الناس اللي مزعله اخواتهم يرضوهم، وكل الناس اللي مزعلين حبايبهم يرضوهم. طبعا يا حبايبي. في لحظه يعني الواحد بص، كنت سامع قبل كده من الدكتور ابراهيم الفقي قال كلمه: عيش كل لحظه وكانها اخر لحظه في حياتك. طبعا. عيش كل لحظه، يعني كل لحظه انت عايشها كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان، عيش بالتقوى، يعني عيش بالايمان وبالتقوى. طبعا يا حبايبي. ما تزعلش حد، اللهم صل على النبي، ما تجيش على حد بجد. الحياه كده كده اصل احنا مش هنخلل فيها، كلنا رايحين مش مخلدين فيها والله. ربنا يديك ويدينا كده كده كله رايح وكله زاير طبعا. فاما تمشي تبقى انت سايب سيره حلوه، وما تزعلوش امهاتكم واخواتكم لازم، وابهاتكم. ما حدش بجد يزعل حد. الحياه مش مستاهله. حاول تبدا بالسلام، حاول تبدا بالسلام بجد، عشان الحياه ما تعرفش مش هقول لك بقى بكره، ما تعرفش اللحظه الجايه ممكن يحصل ايه، او ممكن يحصل لك ايه، او ممكن يحصل اللي انت بتحبه ده ايه. ساعتها على فكره مش هتسامح نفسك. طبعا يا حبايبي. هتقول يا ريت، وكلمه يا ريت ما بتعمرش بيت. ما بتعمرش بيت. ده مثل ده بتاعنا وتأليفي، ده مثل ده كلمه يا ريت. انا ومازن طبعا حبيبتي، كلمه يا ريت ما بتعمرش بيت. مش تأليف يا حبايبي. لا انا مازن ما شاء الله عليها دلوقتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بنقعد دلوقتي لما تعالوا يا حبايبي اي حاجه ولا بتاع، وريهم بقى الشاي وهو بينزل كده. بصوا يا جماعه الدخان اللي بيحب زي زمان كده يا جماعه يقول لنا اللهم بارك يا رب ويصلي وسلم على سيدنا محمد. بصوا حاجه جميله. بص الشاي بصوا جميل ازاي. انا بحب يا جماعه في البراد، اللي بيحب في البراد زي يقول لي. ما بحبش بقى في الكنكه، بحب كمان في الكازارولا اسخن اللبن يا حبايبي. ناس بقى احنا ناس بسطاء خالص، بنطلع معاكم واحنا ناس بسطاء خالص يا حبايبي. اللهم بارك يا رب. يلا كل فكرتيني زمان
انت بتصب الشاي ده كان اسمه شاي إيه؟ البراد الازرق. البرد الازرق وشاي الحبايب. اه ها حد فاكره؟ مش فاكراه. وشاي ام حسن. اللي هو شاي الحبايب وصل قوم يا محمود اتصل. يا لو على الايام دي. يا لو ياخد زمان قوي. اه والله يا مازن. وكان الاعلان بتاع هتجوزوه بتاع ابراهيم عمرو، هقول لك هتجوزوه، فاكر يا مازن؟ والله العظيم ايام حلوه. يا ايام حلوه يا جماعه والله، فكرني بايام جميله. الأيام كنا دي لسه محمود مش الأيام دي شايلين ما مسؤوليه كنت- كمان خالص ولا والله يا بشيل جماعة. حاجه هم الحالي خالص. كناش شايلين حاجه يا جماعه، كنا والله ضاربينها كده. اه والله خالص كنا بقى بصراحه ربنا يعني ربنا خلى امهاتنا وربنا خلق ابهاتنا كانوا بصراحه كنا معتمدين عليهم في كل حاجه بامانه، ما كناش بنشيل هم اي شيء خالص. ربنا يخلي نصحى كل من ام. النوم نلاقي الاكل ونلاقي الشرب ونلاقي الفطار ونلاقي الغداء ونلاقي العشاء، كل حاجه كنا بجد. معتمدين عليهم يا حبايبي، بس كبرنا بقى وعرفنا المسؤوليه. ربنا يبارك فيكم يا رب. دايما يا رب كده المسؤوليه تبقى قدها يا حبايبي. كان برضه يعني امكانياتنا كانت على قدنا الحمد لله بفضل الله، الحمد لله. بس الحمد لله ابهاتنا ما قصروش معانا، الحمد لله. وقفوا معانا رجاله لحد اخر لحظه في حياتهم، الله يرحمهم ويسامحهم الله يرحمهم يا رب. بجد. كانوا بص بيعملوا كل شيء عشان خاطر يساعدونا، بيعملوا كل شيء عشان يساعدونا ويجيبوا لنا ويعملوا لنا كل حاجه بجد. يعني عمري ما انسى ابويا الله يرحمه لما كان بيجيب لي يجي في ليله العيد كده ويديني الفلوس يقول لي خد هات هات اللبس، بندقيه. هات اللبس. لا يوم العيد؟ لا قبل العيد يعني بيوم او يومين يا موزن. كنت ايه اخد ده؟ الهدوم. كنا بنجيبها في شهر يا حبايبي. لا ولا؟ كنت اروح قبلها مثلا بيومين ثلاثه والله يا موزن. ليه كده؟ اقسم بالله كنت اروح ابويا الله أنزل يرحمه كان بيجيب لنا قبلها بشهر يا حبيبي. انزل العتبه. وامي الله كانت ساعتها كان بكام؟ والله العظيم انا فاكر الله يرحمه ويسامحه. ابويا ساعتها كان بيديني مثلا 150 جنيه. زمان بقى 150 عارفه مثلا كنت اجيب بيهم ايه؟ كنت ممكن اجيب بيهم طقم بالجزمه بتاعته وكل حاجه. الواحد ينام وجنبه الهدوم. اه والله يا جدعان والله العظيم كان بيديني في العيد 5 جنيه مصروفي ما شاء الله. اللي هي العيديه، وتاني يوم باخد 3 جنيه، تالت يوم باخد جنيه ونص. بس كان ليهم قيمتهم بامانه، كان ليهم قيمتهم. ايوه طبعا. اه والله كانت الحاجه جميله. ايه؟ ندوق بقى العسل يا لا عسل. البندقيه اللي انت بتقول عليها دي كانت بكام يا مصر؟ كانت بجنيه وربع. لا كانت على ايام 2 جنيه. لا حضرتها بجنيه وربع، وفي ناس كتير حضروها بجنيه وربع. هو اكبر مني يا جماعه ب3 سنين ب4 سنين. مش كتير يعني، نفس الجيل برضه يا مصر. بس برضك يعني انت كبير برضك قوي يا جماعه. كبير قوي برضك. هاتولي صباره يا مصر. هتقولي صباره يا حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي ويديكم الصحه يا رب، ودايما منوريني ومكتريني ومشرفيني يا رب يروح قلبي. والله العظيم احنا بنفطر معاكم احلى فطار. تعالوا افطروا معانا ونورونا وكترونا. احنا حبايبي ما بنحبش نسيبكم ابدا، عارفين طول ما احنا قاعدين بنفكر فيكم، بنفكر هيطلع لكم بايه، نفكر نعمل ايه ليكم، نفكر نظهر على الشاشه وندخل لكم الشقق ازاي، ندخل لكم بيتكم ازاي، ندخل بيوتكم باحسن حاجه عشان اخواتي وامهاتي واولادي وابهاتي كلكم بتتفرجوا عليا. يا رب يبارك فيكم ودايما تتفرجوا عليا ودايما منورين. اللهم امين يا رب. حلو. انا كنت العسل وكنت بعد كده الجبنه تصدق؟ حاجه يا مازن. انا بتكلم. والله نسيت. عايز سكر؟ انت مسكتيه الشاي كله السكر. قلبي يا نور. ايديها بس مسكت الشاي بقى معسل، بص لوحده عسل نحل. حلو. حلو. مش عاملاه ولا تقيل ولا ده بقالنا خفيف. كتير جدا ما طلعناش فرنا معاكم على فكره. كتير قوي قوي بتاع شهرين. لا 3 شهور يا مازن. بس ان شاء الله من هنا ورايح هنطلع نفطر معاكم ونتغدى معاكم. قلنا بصراحه عشان ناس كتير صحابنا طلبوا مننا احنا نطلع معاكم واحنا بنفطر. يشوفوا قلنا الفطار. بصراحه يعني نفطر معاكم كده، نعمل لكم حاجه جديده، وصراحه نوريكم برضو ايه الحاجات اللي هي الحلوه برضو اللي هي ايه طبعا. الاكل الجميل. وتعالوا معانا. وبعد كده يا جماعه برضك هنشكل لكم، مش هنفضل على الاكل ده. مره هنحط فول وبابا غنوج ومسقعه. يعني موازن النهارده ضحكت عليا وما عملتش البيض بالصدفه، هي اصلا هي نفسها اتفاجئت دلوقتي. لو قلت لكم ان هي ممكن تكون سايباها عملت سايباها فين؟ تبقى جوه؟ لا ما عملتوش اصلا. مع اني قلت لها قالت لي حاضر ودخلت ونسيت. والله قلت له حاضر معلش. كاني كلت يا موازن عادي. قولوا له معلش الدماغ بقى، الدماغ فيها كتير حاجات كتير يا ولاد. كاني كلت يا حبيبه قلبي. معلش يلا المره الجايه الفطار الجايه ان شاء الله اعمله طبق لوحده ياكله بالهنا. تعملي 20 بيضه. لا 20 كتير عليه. لا كتير يابا 20 بيضه. لا هعمل لك 30. ما تتجمعي بقى، تتجمعي شويه. هجمع ده على ده بتاع النهارده هحطه بتاع مع بكره وبقى كده يعني. ربنا يبارك فيك. مش هاكل خيار تاني خالص عشان انا اكلت عسل. عادي. لا ما ينفعش. ليه؟ مع عسل لا. ما ينفعش بتقولي مع عسل لا. طب ما هم كلهم هينزلوا في المعده مع بعض يعني تصدق ايه؟ صح يعملوا لخبطه. ايه اللي مثلا بتقول ده؟ النبي صح يا ولاد. ايوه صح هناكل بس بعد خلاص بقى. لا عادي. تعالى يا حبايبي. تصدق بقى ان انا ناكل حسيت ايه؟
نش على جبنه على عسل على مربى على حلاوه. ايه يا عم ده؟ هو كتير وتعالى يا ماما. انت هو عارف. نزلت جوه. انت عارفين يا حبايبي لما اكلت العسل وشربت الشاي مش حاسه بطعم الشاي عشان مسكر. عسل. انا بقى بحب بصوا يا حبايبي لا بحب العسل. عشان انا جبت صينيه موزه. عشان ايه؟ عشان انا مسكت الصينيه بتاعتي. طبعا ايوه، ان هو جاب الصينيه فبقت الصينيه العسل مسكر. الشاي. الله بجد. تعالوا يا حبايبي نشرب شاي معاكم ونفطر معاكم وكل حاجه واحنا معاكم يا حبايبي. اللي عايزين دعوه حلوه، الناس لو عايزين احنا ندعي لكم في الكومنتات، اي حد عايز دعوه حلوه يكتبها في الكومنتات يا جماعه، واخلي اخواتي اللي على راسي يا رب يديهم كلهم الخير، بيدعوا لاخواتي كلهم اللي انا بقوله لهم، بقول يعني ادعوا بكذا بيدعوا لهم، ربنا يرضيكم يا رب. اللي عايز يكتب حاجه في الكومنتات، اي حاجه نعمل، اي حاجه نعمل اكل معين، نطلع نفطر معاكم، نطلع نتغدى معاكم، اي حاجه اخواتي على راسي كلكم اللي هتقولوه احنا ان شاء الله هنعمله. احنا بنكبر بيكم يا ولاد. واللي عايز يجي ياكل ما يتكسفش. اه تعالوا على طول يلا. والله الاكل مش مقبول. تعالوا عشان بجد الاكل ده يا جدعان بقى ايه مش هتحط قادر ايه على ايه؟ قول لي. ليه؟ هتحط شكلك هتحط حاجه على حاجه والله أنا- عرفت والله لا يا انا صراحه حبايبي. عايز اجرب ده مع ده بقى. لا اوعى بقى ما تقوليش كده، لا موازن بقى موازن. هتزعلني كده لا يا موازن ما تقدرش موازن كده ولا بص بص. تاني، ما انا حطيت لا لك. لا لا موازن. يا نور عينيا ماشي. طب لا، ما تدينيش بصراحة. حبيبتي حبيبتي يا ام يازن يا قلبي يا روحي. ما تقوليش انا حابه وانت حابه، لا مش عايزه. رسول الله. لا انا مش هديكي ما تقلقيش. لا كده كده مش هديكي يا موازن ما تقلقيش. مسكره قوي حلاوه على عسل. اللهم صل على عسل بطحينه. سنان ايه؟ سنان. الدنيا يا جماعه ان اليومين دول نار، ربنا يا رب يرحمنا باذن الله ويمشي الشهور دي باذن الله على خير. والمدارس يا جماعه جايه خلاص. احنا اللي هنروح بعد كده المدارس مش الاولاد، احنا اللي بنتعب يا حبايبي. انا ابني اللهم بارك رايح سنه تانية. والله يا جماعه سنه تانية دي اكنها في اولى ثانوي والله. كنت بدي دروس ليل ونهار، كنت بقعد قدام الدرس، كنت بقعد قدام المدرسه، كنت بنزل الساعه 7:30 7 اروح اوديه، اجي انزل الساعه 10:10:30 اقعد على الباب لحد ما بيفتحوا الباب الساعه 11 اروح اوديه 11 ما بجيش هنا على 3:30. والله يا حبايبي كان الواحد الحمد لله ربنا يجعل تعبنا معاهم يا رب في فايده. الحمد لله. لسه المدارس بقى هتيجي وتعبها هيجي والمذاكره بقى ويا واد ويا بت. ربنا يخلي كل ام يا رب بتذاكر لعيالها مجتهده معاهم، ربنا يخلي كل ابن يفتح بصيرته يا رب هو وابني يا رب باذن الله. انا ما بحبش اشرب الشاي بارد، ما بحبش اشرب الشاي بارد، ما بردش لسه، انا هشربه قبل ما يبرد. حلو. الدنيا نار والله. فين النار ده موازن؟ فين؟ ما اعرفش، قلت له يا جماعه ولع المروحه، قال لي لا مش هولعها. لا فين الحر؟ انت ما بتتحرش خالص، لا لو ولعت المروحه هتعمل صوت معاك. هتعمل صوت في الشاشه. الصوت هيجي لكم وش. فوالله بنستحمل نقعد كده عشان خاطر ان الصوت يطلع لكم نقي والله. والله العظيم يا جماعه انا مش قادره اقول لكم انا حرانه ازاي، بس طبعا كله يهون عشانكم يا حبايبي. فوق دماغنا والله. ربنا يبارك فيكم يا رب. مش عارفين بقى نعمل النهارده اكل ايه؟ اقترحوا عليا يا جماعه في الكومنتات. اي حد عايز يعمل اكل معين يقول لنا يقول لنا في الكومنتات ومثلا ان شاء الله هتعمله باذن الله كلكم على دماغي. اي حد عايز دعوه ندعيها له قول لنا في الكومنتات. اي حد عايز اي حاجه يكتب لنا في الكومنتات. ربنا يخليكم ليا يا رب، انا بتشرف بيكم في كل حته والله. والله بحكوا عليكم كتير ان الناس حبايبنا كتير والاخوات كتير زيكم. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يا رب يضيفكم في حياتنا نعمه ودايما تحمسونا للاستمرار معاكم. كلامكم الحلو بيشجعنا طبعا بجد وكومنتاتكم الجميله بجد بترفع من روحنا المعنويه بجد. احنا واحنا بنقرا لهم موازن طبعا. بنبقى في قمه سعادتنا. ويزن على فكره يا جماعه بيقرا معانا، بيكتب لنا حاجه بنقعد نتخيل احساس وهو بيكتبها لنا. طبعا. تخيلوا بقى احنا لما نتخيل احساسك وانت بتكتب الحاجه الحلوه. ياه. تخيل احساسنا تبقى عامل ازاي. احساسنا جميل بيكم. بتخلينا نبقى عايزين نطلع لك احسن واحسن واحسن. معلش احنا بنصور يعني باقل امكانيات بس الحمد لله بفضل الله الحمد لله احنا بنعرف بنوصل صوتنا ليكم طبعا. وبنعرف نتكلم معاكم. ربنا يسهل لنا ان شاء الله ونجيب احسن حاجه ليكم ان شاء ربنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يدينا ونجيب حاجات حلوه ليكم ازيد وازيد عشان تشوفونا في احسن حال ان شاء الله. وباذن الله ندخل لكم البيوت واحنا قاعدين كده ايه في احسن حال باذن الله. بامر الله. ربنا يبارك لكم يا رب. مش عايزين ندور على حبيبنا؟ يلا عشان مش عايزين فعلا نطول عليكم. وان شاء الله اللي عايز برضه اللي مش عارف مكاننا يكتب على اليوتيوب اسلام محمود
هيلاقي بفضل الله اول صوره يخش يعمل اشتراك ويدوس على زر الجرس او اكتب لنا كومنت على اخر الفيديو. واللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ام يزن برضو ابتسامتها بتبقى عايزه تقول لكم حاجه. ربنا يخليك. انا مش شايفها في الكاميرا والله. يا حبايبي. وعلى الفيسبوك برضو خشوا اكتبوا يوميات سما ومحمود، هتلاقوا لنا اول صوره. خشوا برضو العموده وعملنا اشتراك فيها. يوميات سما ومحمود يا جماعه على الفيسبوك. خشوا اعملوا لنا اعجاب واعملوا لنا متابعه. خشوا على الفيديو هتلاقي مكتوب حاجه اسمها متابعه في الفيديو نفسه. خشوا عليه اعملوا لنا متابعه هنكبر بيكم هتكبرونا يا اول ما حبايبي. يظهر لهم الاسم هيجيب لك كلمه اعجبك، اعجاب. خش على الفيديو نفسه هتلاقي كلمه اتابع، دوس عليها هتوصل عليه. هيجيب لك فوق الكل، دوس على الكل عشان اي حاجه الاشعارات تيجي لك على طول. ان شاء الله يا حبايبي نكبر بيكم يا حبايبي، ومش عايزين نطول عليكم اكتر من كده عشان انتوا جوعتوا معانا كتير. وطالما انتوا جيتوا هنا بجد يبقى انتوا في المكان الصح. يلا يا حبايبي مش عايزين بجد نطول مش عايزين عليكم. نطول عليكم. يلا باي. مع السلامه يا حبايبي. السلامه. ربنا يبارك فيكم يا رب. مع الف سلامه.